بطاطس بقى محشية لحمة مفرومة بالتركات جديدة، وبجد بجد هتحبوها. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. دلوقتي بقى هنعمل خطوة اللحمة المفرومة. هبدأ أعصقها. هحط معلقة سمنة بسيطة كده مش كتير. هنزل بقى بالبصل المبشور. هقلبه بقى كويس قوي، ومش هحمره ولا هعمل حاجة. أنا بقلبه بس بدبله كده. انزل بقى باللحمة المفرومة بسم الله. هحط شوية بهارات لحمة بسم الله، مش هكتر قوي عشان انا عايزه احس بطعم اللحمه. وهحط فلفل اسود. هحط بقى شويه ملح. دبس رمان مش كتير قوي اهوت، مجرد يدي تيست كده. ابتدي بقى اقلب كويس قوي بسم الله. كده خلاص قربت ان هي تتعصج، يعني تستوي، يعني مش تاخد وقت معاكي. وبعدين هركنها على جنب ونكمل بقيه الخطوات للوصفه بتاعتنا بتاعت النهارده. دلوقتي بقى هنعمل البطاطس. طبعا احنا قورناها، انا ما جبتش خطوه التقوير لانها سهله، يعني باي مقوره عندك هتستخدميها وهتقوريها عادي. بس ما تقوريهاش قوي، خلي فيها ايه، نسبه، يعني نسبه من يعني تبقى كده مثلا، شايفه. هنزل بقى مع شويه الزبده بحته سمنه كده، شويه سمنه مش كتير. هنبدا نحمرهم بقى، هرصهم كده لان احنا كده كده هنقلبهم عشان ياخدوا بس اللون بتاعهم. خلاص احنا زي ما احنا قلت لكم هديها لون بسيط اهو، مش لازم يعني كلها تحمر بنفس الدرجه. المهم ان هي ايه، تاخد حاجه بسيطه كده. هبتدي بقى اطلعها ونكمل بقيه الخطوات مع بعض. بصوا بقى، احنا هنبتدي دلوقتي نعمل في الصينيه. طبعا المعتاد عن البطاطس اللي هي محشيه لحمه مفرومه ان هي ما بتعملش فيها حاجه، يعني ما بتحطيش حاجه تحت وبتزوديها صلصه بس. حاجه بقى تانية، البطاطس اللي طالعه معايا من البطاطس سنه انا قطعتها وظبطتها، يعني في طبعا اللي هو المبشور ده مكان التقوير، وهحطها تحت. بس قبل ما احطها هتبلها كده واظبطها. هفضي بقى دلوقتي البطاطس هنا في قلب الصينيه اللي انا هعمل فيها، وهتبل في نفس الصينيه اللي انا هعمل فيها. طبعا انا قلت البطاطس دي نستفيد بيها، ادي ملح طبعا هنحط شويه ملح كده. قلت استفيد بيها بدل ما ايه، يعني ما اعرفش استفيد بيها بايه، فهدخلها في الوصفه دي. هحط بقى شويه بهارات لحمه بسيطه كده عشان اخلي تيست كده حلو للبطاطس، وشويه فلفل اسود. هبتدي بقى ادعك المكونات دي كده مع البطاطس كويس اهوت، وافردها كويس كده. وهنزل عليها بقى ايه، انا عامله 3 معالق صلصه مدوباهم في ميه كده، فهنزل عليها كده بشويه صلصه برضو عشان تاخد لون. هبدا ايه، احشي البطاطس. هاخد بقى البطاطسايه دي كده وهحشي لحمه مفرومه، كل حاجه على قدها. يعني مثلا البطاطسايه دي مش كبيره قوي، هحشيها كده وهسيب جزء فاضي كده. يعني انا مش عايزه احشيها كلها كده عشان انا هزود هنا شويه موتزاريلا. هكمل بقى معاكم كده احشيه وسيبوا جزء، لان انا مش هحشيها كلها زي الوصفه المتداوله، يعني لان انا هعملها وهحط عليها موتزاريلا. سيبي برضو فواصل كده عادي، جربوها بطريقتي هتحبوها. خلصنا طبعا حشو زي ما انتم شايفين. زي ما انا قلت لكم انا بحب اضيف اضافه الموتزاريلا. بصوا بقى، يعني زودي براحتك تطلع حلوه قوي. شايفين، وضغطت وكبستها خالص اهوت. هنزودها بقى دلوقتي الصلصه اللي انا قلت لكم عليها، 3 معالق صلصه مدوباهم ومظبطه ملحهم. لفي بقى كده عليها عادي، لو جت من فوق ما تشغليش بالك اهوت. هندخلها بقى الفرن على درجه 180. انا مشغله اوريدي الفرن قبل ما ابتدي احشيها. هدخلها الفرن بقى، بس مش هشغل الجريل دلوقتي لغايه ما تشرب الصلصه بتاعتها.
بصوا بقى طلعتها من الفرن قلت اوريها لكم. بس بقى عايزه اقول لكم على حاجه، هل انا هاكلها كده بالمنظر ده يعني واحمرها وخلاص؟ لا لا لا، انا قلت بقى اضيف لها ايه، شويه موزاريلا كده بقى عليها كلها، عشان طبعا البطاطس اللي تحت دي هتتاكل مش البطاطس اللي فوق بس. فهظبطها كده موزاريلا وهحمرها ونطلعها مع بعض بقى وناكل ونتفرج على طعم الحاجه دي. هتدعولي والله، جربوا وادعوا لي. يلا بينا بقى على الفرن بتاعنا، ولما تخرج نشوف هتبقى عامله ازاي وناكلها مع بعض ونشوف. مش عارفه اقول لكم ايه، يعني كلام عجزت عن قوله. فبجد شكل الصينيه تحفه، ولو عندك عزومه طبعا من غير كلام اعمليها وجربيها الاول في كميه بسيطه على طريقتي، وبعد كده يا ستي ليكي الحكم. دلوقتي بقى هدوقها لكم وهنشوف شكلها ايه وطعمها ايه مع بعض. يلا بينا بقى نطلع، بسم الله على مهلنا كده. هنزل لتحت بس ايه، بظبط لها كده عشان اطلعها. هنزل بقى كده اهو جامد، بسم الله. شايفين فين الجمال؟ شايفين الموزاريلا عامله ازاي؟ حاجه خطيره. شايفين بقى منظر يعني زي المطاعم بالظبط ويمكن احسن بكتير. هنبتدي بقى ندوق مع بعض دلوقتي. ده الجزء اللي تحت، البطاطس اللي تحت اهي مع الموزاريلا، مديه طعم حلو وشكل حلو. هدوقه لكم الاول، بسم الله. جامده جدا مستويه. دلوقتي بقى هنقطع البطاطس بتاعتنا ونشوف هي عامله ازاي. بصوا شايفين الجمال، شايفين المطه والشكل رائع. ومش عارفه اقول لكم ايه بصراحه على الطعم. هندوق مع بعض برضو وهقول لكم اكتر. هاخد بقى دوق اهوت، بسم الله. خطيره، بيرفكت. طعمها حلو قوي، كل حاجه فيها مظبوطه وجديده، وطعمها حلو، طعمها حلو بجد. انصحك ان انت تجربيها. جربيها يا ستي في حاجه بسيطه، في بطاطستين بس حتى، وشوفي رايك ايه واحكمي انت بنفسك. وفي اخر الفيديو بقى احب اقولك لو عجبك الفيديو يا ريت لايك وشير وسبسكرايب، ولو بتستفيدي مني باي حاجه نفسي في كومنت حلو منك. يلا اشوفك في فيديو جديد، باي باي.